الاستضافة دي أكدت مكانة الدقهلية على خريطة الثقافة والفن في مصر، وكمان أكدت إن المسرح واحد من أهم الطرق اللي بتساعد في بناء الوعي واكتشاف المواهب ودعم الإبداع والحفاظ على هويتنا وثقافتنا. وبدأت الفعاليات من ممشى البهجة على ضفاف نهر النيل. هناك اتحولت الواجهة النيلية لمكان مفتوح مليان بالموسيقى والعروض الفنية والأنشطة الثقافية. ومن ممشى البهجة اتحركت فعاليات المهرجان لمسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، وكمان لقاعات ديوان عام محافظة الدقهلية ومكتبة مصر العامة وجامعة المنصورة. ونادي جزيرة الورد ونادي الحوض. وفي كل مكان كانت المنصورة بتتحول لمنصة كبيرة ومفتوحة للإبداع، منصة ضمت 22 ورشة فنية متخصصة و3 ندوات ولقاءات فكرية و5 ماستر كلاس، وكمان 3 عروض مسرحية وعرضين للقراءة المسرحية. وشارك في الفعاليات مجموعة من كبار الفنانين والمخرجين والنقاد والمدربين في تجربة ثقافية وفنية كبيرة ما حصلتش بالشكل ده قبل كده على أرض الدقهلية. وعلى مدار أيام المهرجان عاشت المنصورة حالة فنية متكاملة، حالة جمعت بين العروض المسرحية والتدريب والنقاش واكتشاف المواهب والتواصل المباشر بين الفنانين والجمهور. هنا المسرح ما كانش مجرد عرض، والفن ما كانش مجرد احتفال. دي كانت رسالة بتأكد إن الثقافة هي اللي بتصنع الوعي، وإن الإبداع هو اللي بيبني الإنسان، وإن الدقهلية هتفضل دايما بيت للفن ومكان بيحتضن المبدعين ومنارة للثقافة في مصر. الدقهلية هنا